انا جيت. اهلا بيكم معانا في الاكسل يا اسطى. هنتكلم عن الاكسل بشكل كوميدي. تعالوا من غير تاخير ويلا بينا تعال نخش في موضوع النهارده. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. معانا النهارده معادله بنسميها المعلم ابو طناش. عمرك شفت معادله بتعرف تطنش شويه ارقام كانها مش موجوده؟ النهارده هنشوف معادله سبتوتال، المعادله اللي بتطنش الصفوف اللي انت مش عايزها تجيبها. تعالى كده نفهم بسرعه المعادله بتتعمل ازاي. المعادله دي بسيطه جدا، هي بس بتقولك اديني طريقه الحساب وانا اتصرف. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ صيغه المعادله دي يا معلم ان انا بكتب له سب توتال، بعد كده بيديني فانكشن نم اللي هو اختصار لكلمه نمبر. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. تمام، ببتدي اكتب له رقم المعادله اللي انا محتاجها. انا النهارده هستخدم معادله صم معاها، فهتكله على معادله صم. تمام، بعد كده ابتدي احدد له المجال بتاع الجمع اللي انا عايزه يجمعه، واقول له انتر. طلع لي الرقم اهو. طب تعالى نطبق معادله صم هنا ونشوف الفرق ما بين الاتنين. زي ما اتعلمنا معادله صم هنطبقها بالطريقه دي، اقول له انتر. يجي واحد دلوقتي يقول لي طب ما الاتنين طالعين لي بنفس المجموع. اقول لك طب انا لو جيت هنا وعملت تصفيه بعنصر مثلا وليكن الغساله مثلا، واقول له اوكي، هلاقي ان معادله صم جايبالي مجموع الكل، لكن معادله سب توتال جايبالي مجموع الحاجات اللي انا اخترتها بس. ودي احلى حاجه في معادله سب توتال، ان هو بيعمل نفسه مش شايف غير الحاجات اللي انا عايزه يشوفها بس. وبكده تكون عرفت ليه سب توتال بنسميها في الاكسل المعلم ابو طناش. يا سلام، سلم على مخك البلالان، يا بحر العلم، يا ترعة المفهومية. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في حلقات تانية من بالاكسل يا اسطى. سلام.